مرحبا بكم. دائما في اطار تتبع الملف ديال البيوي والناصري ومن معهم المتهمين والمتابعين في حاله اعتقال بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، بتبييض الاموال، وبارتكاب جرائم اخرى من بينها التزوير واشياء اخرى خطيره جدا، واللي العقوبات ديالها تتراوح ما بين لكل وحده، ماشي مجموعين، هاد غير كل جريمه بوحدها العقوبه تتراوح بين 10 سنوات و15 سنه او اكثر. طيب اليوم هذه الحلقه نعتبرها مهمه جدا جدا. علاش؟ لان غادي نطرحوا شي اسئله اللي غادي تخلينا نحاولوا نفتحوا عيوننا ونحاولوا نفهموا مزيان هذا الملف ونشوفوا في الشموليه ديالو. هذه الاسئله تتراوح بين واش القضيه مرتبطه فقط بشخصين متهمين اشتبه فيهم بتهريب المخدرات وصدفة هم مسؤولين في حزب سياسي في المغرب، حزب كبير اللي هو البام، أو لا القضية أعمق من ذلك والبام بطريقة أو أخرى له ارتباط بأعضاء مهربين للمخدرات. غادي نحاولوا نفهموا مزيان هاد العلاقه اللي عندنا فيها مجموعه ديال الاسئله مهمه. علاقه البام كحزب ببارونات ديال تهريب المخدرات في المغرب، وغادي نحاولوا نطرحوا الاسئله، نحاولوا نشوفوا نحلوا الاعين ديالنا ونشوفوا القضيه وشنو فيها ما لها وما عليها. قبل ذلك، قبل ما ندخلوا في هذه الاسئله العميقه جدا لاول مره غادي نطرحوها، يمكن نوضح واحد النقطة. بزاف كيقولوا بأنه هاد القضية ديال اسكوبار الصحراء وهاد ما وقع وهاد الزلزال القضائي إلى آخره، واللي خلات شخصيات سياسية تقربل وكل شيء، المهم ترونت، الناس دخلوا للحبس. ما عمره كان يحلم المواطن في المناطق ديالهم ولا حتى المتتبع السياسي أن النبي والنصر يدخل للحبس، ولكن وجاي ناس أخرين غادي يدخلوا للحبس. بزاف ديال الناس كيقولوا شكون اللي فجر هذه القضيه هي مجله جون افريك لصاحبها فرنسي من اصل تونسي، جون افريك، وهي اللي فجرت هذه القضيه وكشفت عليها لاول مره وخلات القضاء المغربي يتحرك. والحال ان هذا غير صحيح لسبب بسيط. الناس اللي الان ولاو كيطلعوا على المستندات وعلى الاوراق الملف تراها بين ايدي المحامين، غادي يكتشفوا بانه، غادي تجي المحاكمه غادي تشوفوا هذا الشيء بعينيكم، اكتشفوا بانه السلطات المغربيه كانت متبعه هذا الملف منذ سنوات. انا نديس فاسيل، يعني معلومه بسيطه باش تفهموا. في الملف واللي يعني واللي الفرقه الوطنيه والنيابه العامه واجهت بهذا المتهمين، جبت لهم يعني تسجيلات صوتيه ديال مكالمات هاتفيه بين الناصري مثلا واسكوبار الصحراء هذاك المالي في 2019 تقريبا. كاين مكالمات ديال 2018، مكالمات ديال 2019، هذا غير اللي وصلنا. اذا السلطات المغربيه الاجهزه الامنيه كانت مراقبه هذه الشبكه الاجراميه، البارونات اللي عندنا من الشرق والغرب، وكانت يعني دايراهم تحت التصنت وكانت متبعاهم. في لو جارغون يعني ديال الخدمه، الناس ديال الخدمه السرابسيه، الاجهزه الامنيه ولا المتتبعين، واش كيقولوا كانوا سارحينهم، يعني المخزن كان سارحهم، يعني كان طالقهم باش يسمحهم باش يجمع المعلومات باش يزيد يعرف شكون هما يعني اللي كيشكلوا هاد الخلايا وهاد الكارتيلات، ويزيد يشوف شكون هما يعني الناس اللي مرتبطين بطريقه او باخرى، اما انهم حتى هما كيساهموا في التهريب او اللي يساهموا في جريمه عندها علاقه بالتهريب، او لا كيحميوهم بشخصيات معينه ولا سياسيه ولا ما عرفنا امنيه ولا يعني المخزن كان سارحهم منذ سنوات. بل بالعكس، عكس ما يروجه هاد الناس اللي كيقول لك راه جون افريك هي اللي فجرت القضيه، انا اعتبر بانه يمكن جون افريك هي اللي سابوطات هاد الخدمه اللي كان دايرها المخزن، هي اللي هرستها. علاش؟ يعني هذه نعطيكم فرضيه،
وفرضي كيقتسموها معايا مجموعه ديال الناس اللي سولتهم ومهتمين شويه بهذا الشان، لانه من الدوله كانت سارحاهم هذه الشبكات كتسمع لهم من 2017 18 19 التليفونات، والدوله عندها الوقت. راه الوقت ديال الدوله ماشي هو الوقت ديالنا حنا كاشخاص، حنا في السا كنتقلقوا ما كنصبروش، خصنا هذيك العداله توت سويت، خصنا نحاكموه لان ما عجبناش الى اخره. الدوله عندها اجندات اخرى، عندها الوقت الكافي، كتشوف بعيد. حنا كنشوفوا غير واحد كيهرب المخدرات، هي اللي كتقول لك لا خصنا نشوف منين جايين هاد المخدرات، شكون اللي كيمول هاد تهريب المخدرات، شكون اللي معاهم، شكون يعني عندها بزاف ديال الاكراهات اللي ما عندناش حنايا، ولهذا كتاخذ الوقت ديالها. فهي من 2017 18 19 جباده وعندها مكالمات. يمكن يقول البعض انه حيت بدات الدوله توصل او كانت غادي توصل لشي اسماء مهمه وشي شخصيات وازنه بقدرة قادر، شي واحد خرج المعلومه ولا بغاها تخرج في جون افريك باش تخرج للعلن بان ما كان واحد الفضيحه وفيها الناصري وفيها بيوي، لان في المقال ديال جون افريك كيقولوا كيعطيو ما كيعطوش الاسماء ولكن كيعطيو دي زانديكاسيون. واحد شخصيه سياسيه منتخب في الجهه الشرقيه معروف هو بيوي، رئيس واحد الفريق هو الناصري. ف هذه فرضيه اللي اقتسموها معايا بعض الناس اللي على علم، كيقول لك ربما هاد الناس اللي خرجوا في جنوب افريقيا بغاو يهرسوا الخدمه ديال المخزن لان كان غادي يوصل لشي حاجه. فإن كتخرج هاد لافير العلن اللي كانت سريه، فالدوله انا داك قررت بان ما تمر الى السرعه القصوى وصافي وتمشي تعلم، صافي تستدعي وتقوم بالابحاث، لان كانوا خايفين. فرضيه دائما كانوا خايفين بانما هاد الناس اللي خرجت الاسماء ديالهم ولافير خرجت للعموم انهم اما يخبعوا الادله اما يهربوا خارج البلاد، ولهذا تم منعهم من السفر مباشره بعد ذلك. فالناس اللي كيقولوا راه جون افريك هي اللي بينت القضيه وهي اللي خلات القضاء يتحرك، بالعكس بزاف ديال المتتبعين الان كيقول لك المسؤولين اللي على علم يمكن كيقول لك راه بالعكس، راه الشيء اللي دارته جون افريك كان خايب بزاف لانه هرس واحد الديناميكيه، وكانت المخزن كان غادي يوصل لشي حوايج، ولهذا رد الفعل ديال بعض الناس انهم خرجوا المعلومه عن طريق جون افريك باش صافي تخرج للعلن وتخلي المخزن يوقف هذاك الشيء ويمشي يستدعيهم، وشفنا النتيجه اللي وصلوا لها. هذه كانت النقطه الاولى. الان غادي ندوزوا للاسئله المهمه، وغادي نقول لكم غادي نتكلموا هنا على يعني بكل صراحه علاقه البام حزب الاثار المعاصره بالمخدرات وبمروجي او بمهربي المخدرات فقط. يعني انا غادي نطرح اسئله ولا اجزم، ولا انا ما نقولش البام ديال المخدرات ولا حزب الاثار المعاصره حزب المخدرات ولا حزب مروجي المخدرات. انا غادي نتقسم معكم بعض الاسئله وانتم قوموا بالاستنتاجات، لان انا كنثق فيكم ونعتبركم اذكياء. عبد النبيبيوي رئيس الجهة متابع بتهريب المخدرات، متابع في حالة اعتقال، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. عبد الرحيم بيوي أخ عبد النبيبيوي، هذا عبد الرحيم بيوي هو رئيس جماعة عين الصفا، هذه الولاية والولاية السابقة من حزب البام. شخص آخر متابع في هذا الملف توا بالمنطقة الشرقية، كان برلماني سابق في الولاية السابقة من حزب البام، سي بالقاسم المير. شخص آخر متابع في هذا الملف وتوا في حالة اعتقال، وكان المدير ديال الشركة ديال السيبيوي، الزوجة ديالو حاليا برلمانيه باسم البام. وانا انزهها عن هذا، غير كنعطي معطيات فقط. حنا كنعرفوا كيفاش للاسف الحياه السياسيه، كيفاش حتى النساء كيوليو بين قوسين، كيفاش بعض النساء كيوليو برلمانيات. فكتشوف بعض الاحزاب كيقول جيب مراتك، جيب اختك، دير بنتي انا كمسؤول وكذا، من هكا كيوليو برلمانيات. هذه غير في المنطقة الشرقية اللي عرفناهم، يعني تقريبا 4 عندهم ارتباط مباشر بحزب البام.
في الكارت هذه كارتيل الشرق. في كارتيل الغرب الدار البيضاء عندنا سي الناصري اللي هو رئيس مجلس العماله ديال البام، اللي هو باسم البام رئيس مجلس العماله ديال الدار البيضاء، باسم البام برلماني سابق باسم البام الى اخره. وهما بجوج هذو يعني بيوي والناصري قياديين في البام. يعني كنتكلموا ماشي على واحد ولا على جوج، كنتكلموا على الى تكلمنا على كارتيل ديال وجده، على يعني عصابه منظمه. وانا نقدر نقول لكم حتى غادي نفتح القوس اخر بناء على المعطيات اللي كاين في سك الاتهام ديال هاد الناس، فنقدر نقول لكم بان يعني اتهامات خطيره وتثبت. نخلي القضاء غادي يقول، ولكن بناء انا كنقول بناء على المعطيات اللي كاينه في سك الاتهام، ف يعني صعيب هاد الناس غادي يخرجوا براءه بهاد التهم اللي نسبت لهم. ارتباط مباشر بشبكات تهريب المخدرات على حسب المعطيات المتوفره في سك الاتهام. اذا هذه الكارتيل ديال وجده كيخلينا نتسائلوا كيفاش هذا واحد جوج ثلاثه، يعني مجموعه ديال الناس ديال البام واللي باينين لحد الان متابعين في ملفات تهريب المخدرات، زيد عليها الدار البيضاء. هذا الشيء اللي باين. السؤال الاول، واش داخل يعني واش هذا الشيء صدفه انه كاين مجموعه ديال الناس عندهم مسؤوليات داخل البام وكانوا منتخبين باسم البام متورطين في تهريب المخدرات وفي ترويج المخدرات؟ واش هذه صدفه؟ السؤال الثاني، حيت ماشي غير واحد ماشي جوج، يعني مجموعه ديال الناس، واش نقدروا نتسائلوا واش كاين ناس منتخبين ومسؤولين اخرين داخل حزب الاصاله والمعاصره حتى هما عندهم ارتباط بشبكات تهريب المخدرات ولا بترويج المخدرات ولا بتبييض الاموال؟ مجرد سؤال، انا ما كنتكلموش على واحد ولا جوج. دابا عندنا كارتيل الشرق وعندنا كارتيل الغرب، ابناء البام كانوا يسيرون باسم البام. واش كاين كارتيلات اخريات على المستوى الوطني داخل البام اللي حتى هما يكونوا يشتغلوا في تجاره المخدرات؟ مجرد سؤال. السؤال الثالث واللي غادي نبنيو عليه هذا الشيء كامل، انه اللي يخلي الواحد يقول بانه يمكن ماشي صدفه، ماشي صدفه والله اعلم، بناء على جوج ديال التصريحات اللي ماشي ديال ايتها الناس. التصريح الاول ديال حميد شاباط ديال 2011، كان عمدة فاس وكان الكاتب العام ديال نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 2011 حميد شاباط علنا غادي يتهم الياس العماري بالترويج للمخدرات. الياس العماري اللي كان مسؤول انذاك قيادي كبير داخل البام. طيب في 2015 غادي يجي واحد الشخصيه عموميه كبيره بزاف اللي هي سي عبد الاله بن كيران. 2015 كان رئيسا للحكومه، وعلى لسان رئيس الحكومه في واحد النشاط سياسي ديالو في اكادير غادي يتهم البام ويقول بانه هذا الحزب ديال الاصاله والمعاصره كيستعمل الاموال ديال تهريب المخدرات ولا ترويج المخدرات للقيام بالحمله الانتخابيه. كلام غير عادي وكلام غير ماشي سهل. هذا رئيس الحكومه، نقولوا حميد شاباط في اطار التدافعات السياسيه انذاك قام بهذا التصريح، ولو انه تصريح خطير، ولكن هذا رئيس الحكومه. نعرفوا ان الرئيس راه عنده معطيات، عنده اجهزه تابعه له، عنده مصادر اللي احنا ما عندناش كمواطنين ولا صحفيين. فرئيس الحكومه في 2015 قال لك البام كيستعمل الاموال ديال المخدرات في الحمله الانتخابيه ديال 2015 انذاك. غادي ينوض وهبي، هذه غير تتمه يعني الانكدوت ولا القصه، وهبي كمحامي دفاعا عن البام غادي يقاضي بن كيران امام المحكمه الاداريه في اكادير ضد هذه التصريحات، ولكن المحكمه الاداريه ما غاديش تتبع السي وهبي وغيتبرأ بن كيران، ولا المهم ما غاديش تاخذ بالقضيه اللي رفعها وهبي.
انا الان بناء على ما وقع ملي شفنا بان ما كاين بارونات ديال المخدرات داخل البام، يبقى السؤال علاش مثلا ديجا السؤال الاول علاش النيابه العامه مثلا ما تابعتش ولا ما سولتش شباط في 2011 من قال لهم بانه قيادي في البام كيتاجر في المخدرات، علاش ما مشاوش يسمعوا له؟ الاتهام ماشي سهل. وعلاش النيابه العامه مثلا ما مشات سولت بن كيران؟ لا، هذه ماشي وشايه، هذه وجهوله، هذا تصريح ديال مسؤول كبير داخل الدوله. رئيس حكومه كيقول البام يستعمل فلوس المخدرات باش يدير حمله انتخابيه، حتى واحد ما مشى سولو. علاش؟ هذا سؤال اخر ضيفوا الاسئله الاخرى. اذا عندنا معطيات تاريخيه، تصريحات ديال الشخصيات السياسيه اللي كتهم البام بانه كيستعمل المخدرات. عندنا الان بارونات ديال المخدرات داخل البام باينين، تعتقلين، متابعين في حاله اعتقال. كيخلينا نطرحوا السؤال، واش هاد الشخصيات الان، باش بدي نكملوا بهذا الملف ديال البيوي والناصري ومن معهم حتى هما شخصيه ديال البام، واش هاد الناس اللي ما يعني ماشي مساله فرديه، نقدروا نتكلموا ملي يكونوا مجموعه ديال الاشخاص نقدروا نتكلموا على شبكه، وهاد الشبكه لحد الان راه قلنا فيها غير الكارتيل ديال وجده وديال الغرب، ما عرفناش واش كاين هاد الشبكه عندها ارتباطات بمناطق اخرى من الاخر. فعلا كاين دابا كنزيدوا كنتذكر، دابا كنزيدوا نهضروا، حنا كنهضروا كتبان لنا معطيات اخرى. كاين ايضا واحد البرلماني حالي اللي تا هو متابع وكانت عنده شبهات يعني تا هو في التجاره في المخدرات باسم البام، برلماني من الشمال. وكان ايضا واش كان برلماني انذاك؟ كان برلماني سعيد شعو اللي راه الان هارب في هولندا، هرب من المغرب مشى لهولندا، لان حتى هو متابع في القضيه ديال تهريب المخدرات، واللي الدوله المغربيه طالبت يعني بتسليمه، طالبت السلطات الهولنديه بتسليمه للمغرب، حتى هو متابع في قضيه تهريب المخدرات، حتى هو كان برلماني ديال البام. اذا كنهضروا على الكارتيل ديال وجده، كارتيل ديال الغرب ديال الدار البيضاء، الشمال فيه شخصيات هي تحوم حولها الشبهات، شعو اللي كان برلماني هارب في هولندا، كلشي هادو ولاد البام. واذا واش المساله فقط تتعلق بافراد او لا بشبكه منظمه داخل البام؟ السؤال اللي يطرح نفسه من بعد هذا، واش هاد الشبكه، واش هاد الناس، هاد المهربين، هاد البارونات، واش هما اخترقوا البام من تلقاء نفسهم، او لا شي واحد داخل البام او شي ناس داخل البام هما اللي مشاو جابوهم للبام؟ مجرد سؤال، مجرد سؤال. لانه يعني الا كان غير واحد نعتبروا به يدخل البام نعتبروه صدفه، خوه حتى هو صدفه، نسيبو صدفه، مرت اللي خدم عنده صدفه، ناصري صدفه، هذاك اللي في الشمال صدفه، شعو صدفه. كتولي بزاف على هاد الصدف، كتولي بزاف على هاد الصدف. كما قلت لكم، خاصه الا درنا هاد الشيء، هاد الواقعه ديال بيوي في السياق ديالها التاريخي من 2011، ومسؤولين سياسيين كبار داخل الدوله كيتهموا هذا الحزب اما بترويج المخدرات اما باستعمال المال المخدرات. باش نكونوا منصفين، التصريح ديال شباط في 2011، هذا الحزب كما قلت لكم باش نكونوا منصفين وموضوعيين، نتكلموا حنا على معطيات. المعطى الاول ان هذا الحزب في الاول في النشاه ديالو يعني كان الهدف ديالو هو نبيل. غادي نبدي لكم يعني كيفاش بدا وكيفاش راه مكمل دابا باش تتضح لكم الصوره مزيان. فالحزب بناء يعني من حركه لكل الديمقراطيين، البدايه ديالو، النشاه ديالو كانت باغيه يعني تخلق واحد التوازن داخل المشهد السياسي وتجي كقيمه مضافه في مواجهه هذاك الركود السياسي اللي كانت عارفه البلاد. نذكركم بانه في هذيك الانتخابات ديال 2007 كان يعني مستوى المشاركه السياسيه في الانتخابات من بين اضعف المشاركه في الاستحقاقات الانتخابيه في تاريخ المغرب. فكانت فعلا نقدروا نتكلموا على ازمه سياسيه. جاء
حركه لكل الديمقراطيين مع مشروع السياسي ديالها ديال تكوين حزب الاثر المعاصره باش تجاوب على هذا الخلل اللي كنعرفوا المشهد السياسي، وتساهم حتى هي في تخليق الحياه السياسيه وفي خلق واحد الديناميكيه. ولهذا كانوا تماك في الاول يعني الحركه اعتمدت على مفكرين، شفنا مفكرين، شفنا مثقفين، شفنا شخصيات سياسيه كانوا معتقلين سياسيين، شفنا يساريين سابقين، شفنا الناس عندهم مبادئ التحقوا بهذا المشروع اللي كان هو نبيل. ولكن من بعد غادي يوقع واحد التحول اللي حتى احد المؤسسين ديال هذا الحزب واحد الوقيته من يعني قدم الاستقاله ديالو غادي يتكلم يعني بان المشروع السياسي تم تحويره، وخلى بزاف ديال الناس اللي شافوا شي حوايج ماشي هي هذيك ولا التحقوا يمكن ناس اخرين داخل الحزب، او لا خلى بعض الناس من بعد الحركه لكل الديمقراطيين غادي يستغلوا هذاك الحزب لقضاء مصالحهم او لا لقضاء مصالح اخرين. فهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يبعدوا على الحزب وياخذوا مسافه مع الحزب. وغادي تبدي يعني من حركه لكل الديمقراطيين وبدايه يعني العمليه السياسيه داخل البام، شفنا مثقفين سياسيين، ناس عندهم يعني مصداقيه الى اخره. شويه بشويه بداو يجي واحد الشريحه ديال الناس اللي في الاول حتى هما دخلوا يمكن بزيرو درهم، دخلوا غير بالافكار ويعني بالسمعه اللي كانت عندهم، غيتحولوا للناس عندهم الملايين والملايير هذا في التاريخ ديال الحزب. وهذا الشيء اللي خلى يعني مسؤولين كيتسائلوا كيفاش هادو دخلوا بوالو ولاو لاباس عليهم، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. فالان السؤال واش بن كيران كان عارف شي حوايج اللي حنا ما كناش عارفينها؟ الا كان عارف خصو يقول لنا وشنو بالضبط ويعطينا الاسماء. شابات كذلك، او لا غير هذه الترهات السياسيه في اطار التدافعات الانتخابيه يقولوها حتى هذه ماشي مشكل. اذا هذه الاسئله اللي عطيتكم كتخلينا نتسائلوا واش هاد البارونات اللي الان هم تحت الاعتقال او اللي هم متابعين او اللي هم هاربين لهولندا واخرون، واش هادو غير اشخاص تلاقاو صدفه داخل البام او لا دخلوا للبام لان شي واحد جابهم للبام؟ اذا علاش؟ وهذا اللي جابهم للبام او لا هادو الناس اللي مشاو غراو هاد البارونات باش يدخلوا للبام علاش؟ وشنو الربح ديالهم في هذا الشيء؟ وشنو استفدوا؟ شنو استفدوا؟ وبأي طريقة استفدوا؟ هذه مجموعة ديال الأسئلة اللي مهمة جدا ما يمكن يحسم فيها غير القضاء إلا كانت عنده المعطيات. لأن كاين جوج ديال الحوايج، إما الملف يوقف به والنصير وجمع ليا وطوي، أو لا زعما الواحد غير يسول زعما يقول زعما هاد الناس واش كانوا غير بوحدهم وعلاش هنا وماشي في حزب اخر مثلا؟ وشكون اللي يجمعهم؟ واش شي واحد ولا شي جهه داخل البام، شي ناس داخل البام قالوا وهموا هاد البارونات بانه غادي يعطيهم شي حمايه سياسيه او لا شي حمايه اخرى لا نعلموها؟ لان كما قلت لكم واحد الوقيته الى رجعتوا الفيديو الفيديو سابق درت حول هذا الموضوع، واحد الوقيته كانوا شي ناس يروجوا لهذا البام بانه راه مبرونشي مع الفوق، فناس وهموا، كانوا يوهموا الاخرين بان هذا الحزب مبرونشي ويقدر يقضي لهم ويدافع عليهم الى اخره، والحال انهم هما استفدوا بهذاك بهذا التمويه. كان لا برونشمون ولا والو، كان البرونشمون هذا الشيء ما يمكنش يوقع. هذا دليل على انه ما كان لا برونشمون لا الفوق. ولكن يمكن كان الناس اللي اذكياء استغلوا واحد الحزب لقضاء مصالحهم، وتم التغرير ببعض الاشخاص اللي تما يمكن كانوا يقلبوا على المصالح ديالهم وتلاقات المصالح. فالسؤال شكون هما هذا؟ انا ما عارفش والله، ما عارف، انا غير كنطرح اسئله. دابا المستقبل ديال البام شنو غادي يكون؟ انا قلتها ونعاود نقولها بانه يظهر لي بانه القياده الحاليه ديال حزب الاثر المعاصره مازال ما مستوعباش وشنو واقع لها. انا نقول لهم بكل صراحه وبكل امانه، حنا كنبغيو نبنيو واش نتمنى انهم يعني
نتمنى انهم يعني بالسرعه الطبيعيه اللي خصها تكون هذه، يعني منذ اعلان ما وقع، انهم كانوا يخلقوا شي خليه ازمه، انهم يدعوا شي اجتماع المناضلين، ولا غير المجلس الوطني ديالهم يجتمع، ولا غير المكتب السياسي ديالهم يجتمع. راه من غير المقبول ان هذا الزلزال اللي واقع دابا داخل الحزب ديالهم مع باقي الاسئله، لان حنا كنقولوا واش غير هادو ولا كان موربين. الناس راه طرح هذه الاسئله، الساده والسيدات القياديين والقياديات داخل هذا الحزب اصلا المعاصر، تحملوا مسؤوليتكم. واش ما ديروش حتى اجتماع ديال المكتب السياسي تناقشوا في هذا الشيء؟ ومساله اخرى اللي تبين بان الحزب يمكن كيعيش واحد الوضعيه اللي غير حنا ما كناش شايفينها. فين هما هاد المناضلين ديال الحزب؟ فين هما؟ واش سمعنا شي مناضلين ناضوا هضروا؟ واش ما خايفينش على المستقبل ديال الحزب ديالكم؟ واش ما خايفينش على التيكيتات اللي غادي تلصق لكم؟ راه الانتخابات الجايه وجدوا راسكم، الناس غادي يقولوا بغيت تنتخب انت مع حزب المخدرات، غادي تصوت على حزب المخدرات. هذا واقع خصكم توجدوا له من الان، تخدموا له. واش غادي تمشيو وتجيبوا الناس اللي اما هما خداو مسافه من الحزب وبعدوا على الحزب من بعد ما شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك، وشي ناس ايضا اللي جريتوا عليهم من داخل من الحزب، لا يمكن ما كانوا غاديين ضد المواقف ديالكم ولا ضد السياسه ديالكم، وهما عندهم افكار محترمه الى اخره، ولكن انتم لم تستوعبوا هذه يعني الحق في الاختلاف والحد الحق في التعدديه اللي خصها تكون داخل الحزب، وجريتوا على الناس ومشاو ناس وبعدوا ناس الى اخره. واش غادي ترجعوهم؟ واش غادي ديروا شي طريقه باش تجيبوهم باش تطعموا الحزب من جديد وتخلقوا الامل من جديد في هذا الحزب؟ راه مشى لكم كارتيل الشرق، مشى لكم كارتيل الغرب للاسف، ومشاو لكم ناس من قبل. وشنو غادي ديروا باش ترجعوا شويه المفكرين، شويه المثقفين، شويه الناس اللي عندهم مصداقيه، باش تحييوا هذا الحزب من جديد وتضخوا هذه الدماء الجديده مفروضه طبيعيا من اجل انعاش هذا الحزب، لان راه كيعيش واحد الموت اكلينيكي، واخا ما بغيتوش تقولوه، واخا ما بغيتوش تبينوه. انا نظن بان ما راكم نتوما الان كقياده داخل الحزب، وحتى انا نتكلم بحرقه كوطني، لان انا كنامن بالشرعيه. هذا حزب وطني قائم يسير الان الشان العام، ولكن الي فراجيليزي، بغيتو ولا كرهتو. راه داخل الحكومه ما بقاش عنده وزن، وداخل المجتمع حتى هو ما بقاش عنده وزن. الناس كيشوفوكم كحزب ديال البارونات والكارتيلات والمخدرات. شنو هي الاجابه ديالكم لحد الان ساكتين؟ انا نقدر نصور لكم يعني الحاله اللي راهم فيها القياده ديال هذا الحزب، وخاصه الوزراء ديالو داخل الحكومه من بعد ما وقع. بحال كيجيني الله، لان مازال ما سمعت والو، ما شفت والو، كيجيب لي الله بانه شفت ملي كيجيو البوليس مثلا، هذوك الفرق ديال التدخل السريع ولا القوات الخاصه، كتدخل مثلا تبغي تلقي القبض على شي، بقاو دائما في هذا ديال البارونات والاخر، ملي كتبغي تدخل تلقى القبض على شي مافيوزي ولا شي بارون ديال المخدرات في شي دار. وشنو كيديروا هذوك القوات الخاصه؟ باش يخافوا يكون مسلح، يخافوا يجاوبهم يعني بالسلاح ولا يحدث اضرار في الصفوف ديالهم. شنو كيديروا؟ فكيديروا عمليه وقاء، كيرميو واحد القنبله كيقولوا لها ديال صوتيه. هي قنبله ما غاديش تفجر، ولكن هي واحد القنبله اللي كتخلق واحد الصوت رهيب. ملي كتسمع لها، ملي كتفجر في البيت ديالك ولا في هذاك المحل ولا في الشقه، فكيوقع واحد الصوت رهيب اللي كيخليك يعني كتفقد يعني البوصله. كتبقى تسمع واحد في الودنين ديالك واحد الصوت كبير، يعني ما تقدرش تتحرك، كتجمدك، لان كتجمد حتى يعني الخلايا العقليه ديالك، وتخلق لك واحد الصوت وكتولي بحال تالف. تبقى غير هكا وما تسمع، ما تشوف مزيان، ما تسمع شكون اللي تبقى تسمع يعني الفوز موبيليز باش هما انذاك يدخلوا ويلقيو عليك القبض يعني باقل الاضرار. انا نظن هذا الشيء اللي وقع لهم. هذه واحد من ثم الاعتقال بيوي والناصري والاخرين المنتمين لحزب البام، فبحال اللي تفجرت واحد القنبله صوتيه عندهم خلاتهم تالفين لحد الان. راهم عاد تالفين، ما عارفينش وشنو خصهم يديروا، مع من يديروا، وخاصه الاسئله تقول ومن بعد.
ومن بعد بيوي ومن بعد النصيري ومن بعد هذا ومن بعد هذا. على أي السؤال الاساسي الان من اجل هذا يعني المستقبل ديال البام اللي غادي نسالي به هذه الحلقه، وهو المؤتمر المقبل. في ظل هذا الوضع اللي ما كاين لا قياده لا والو لا رد فعل لا حتى شي حاجه، لا في اطار في ظل هذه التلفه اللي كيعرفها الحزب، واش المؤتمر غادي يدار في الوقيته ديالو في فبراير المقبل بعد شهرين ولا؟ هذا السؤال لحد الان القياده عاجزه عن اجابه عنه. واش المناضلين غادي يجيو؟ واش غادي يكون اصلا هذا المؤتمر ولا غادي يتاجل؟ هذا الشيء راه خصو يدار. هذه شحال فينا هذه خليه الازمه، فينا هذه الاجهزه الداخليه التنظيميه ديال الحزب، فينا هي، فينا هو وهبي. وشكون اللي غادي يمول المؤتمر المقبل؟ خاصني اللي عرفنا بانما صحابين يعني اللي صحابين الشكاره كارتيل ديال وجده والكارتيل ديال الدار البيضاء راهم في الحبس. حنا نعرفوا بانما الحزب من يبغي ينظم مؤتمر خصو مصاريف كبيره، كيعتمد على المساهمين اللي كيعاونوا الحزب. الان مع اللي وقع كما مشاو صحاب الشكاره ديال الشرق والغرب، فحتى الناس اللي شويه عندهم الفلوس بقاو داخل هذا الحزب غيديروا اتونسيون، لان عارفوا الان بان هذا الحزب راه متابع، راه تحت المجهر. فاللي يبغي يعطي غادي يخاف، يقول لك غادي نبين لهم شي حاجه غادي ينزلوا عليا من فوق، يقول لك منين جاك هذه، علاش عطيت لهذه. ولهذا نصيحتي اللي عنده الشكاره الان داخل البام بغى يعاون البام باش يدير المؤتمر ديالو، يعاون في اطار القانون باحترام المساطر القانونيه، يدير فيرمون الحساب البنكي ديال الحزب، ويدير مساعده في كذا ولا مساهمه في تنظيم المؤتمر، والحزب خصو يديكلاري هذا الشيء من بعد باش نعرفوا منين جات الفلوس، فين غادي الفلوس. هذا الشيء اللي وقع يمكن فيها خير، حتى الاحزاب الاخرى غادي دير اتونسيون. بزاف المرات كنسمعوا كيقول لك هذا راه حزب دار المؤتمر وراه جاو شي وحدين ساهموا صحاب الشكاره عاونوا، ما عرفناش واش كانوا يعطوا الحساب البنكي ولا كيعطوا لرئيس الحزب. عندنا هذه الثقافه للاسف. نتمنى هذا الشيء اللي وقع غادي يحاول يساهم في تخليق الحياه السياسيه. بزاف ديال يعني، وهذه يمكن حلقه اخرى نتكلموا على هذه الممارسات المشبوهه داخل الحياه السياسيه. كيقول لك راه شرا التزكيه، راه مشى يجيب التزكيه راه طلبوا له 500 مليون. هذه الهضره كنسمعوها، انا ما عنديش دليل، غير وانتم ايضا نظن بين ما سمعتوها. فكيفاش 500 مليون تزكيه؟ و500 ضربها مع 200 واحد ولا 300 واحد، راه الملايير كتجمع في الحمله الانتخابيه. ولا المؤتمر عاونوا صحاب الشكاره، عاون فين كان؟ واش عاونوا في مشاو للحساب البنكي؟ و500 مليون ديال التزكيه مشات للحساب البنكي ولا مشات للقيادي ولا مشات لرئيس الحزب؟ راه فلوس كبيره كدور. ولهذا بعض المرات كيقول لك الحزب خصو الفلوس، خصو مالين الشكاره الى اخره. كنشوفوا النتيجه الان. فاذا نتمنى انه هذه الاسئله اللي طرحتها انا ما عنديش ليها اجوبه، نتمنى القضاء هو اللي غادي بناء على المعطيات ديالو. واش هاد الناس دخلوا للحزب كيقلبوا على شي حمايه؟ واش الناس ديال الحزب عطاو شي حمايه، قدموا شي حمايه، او لا غير نصبوا على هذوك الناس وهموهم غادي يعطوا الحمايه؟ الا كانوا قالوا لهم غادي نعطوا الحمايه، او لا رؤساء هذا الحزب امناء العامون ديال هذا الحزب ديال البام براء من هذا الشيء كامل، ما عندهم حتى شي علاقه بهذا المهربين ديال المخدرات، وهما كانوا على نيتهم واستقبلوا هاد بيوي والنصيري والاخرون يعني بكل حسن نيه كمناضلين عاديين الى اخره، وتحولت الامور الى ما لا يحمد عقباه. ام لا؟ ام نعم؟ خليوا القضاء يدير خدمته، ونديروا الثقه في القضاء ديالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.